سلام مشاهدي قناه مطبخ خديجه العزاوي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. فكما كتشاهدوا معايا في الفيديو فهو عباره عن طبق كيجي ساهل لذيذ وسهل في التحضير، ما كياخذش منا الوقت بزاف. فكما كتشاهدوا معايا كيجي حتى في المنظر مزيان. فما نطولش عليكم، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس، بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. ويلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنحتاج البطاطا، كنقطعها مربعات بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هذا الشكل طريقه سهله وسريعه. اللي عنده الاله ديال التقطيع اللي كتخرج البطاطا مربعات فيستعملها. صافي، ومن بعد ما كنكمل التقطاع ديال البطاطا كنديرها في واحد البول فيه الماء بحال ما تكحالش. صافي، وكنصفيها من بعد من الماء وكنقليها في الزيت عادي بالملحه. ومن بعد ملي كنحيدها من الزيت عاد كنزيد لها الملحه. صافي، كما كتشاهدوا انا قليتها بحال اللي كنقلي الفريت عادي ودرت لها شويه ديال الملحه. وغادي نحتاج كميه من البيض على حسب الخليط، وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال المعدنوس، وغنحتاج شويه ديال الملحه فقط حيت غادي نزيد البيض فديجا البطاطا فيها الملحه. كنحتاج البصار والثومه. فاول حاجه غادي نضيف المعدنوس، البطاطا اللي مقليه، غادي نضيف 2 فصوص ديال الثومه ممعوسين، وغادي نضيف راس معلقه صغيره ديال البزار، وغادي نضيف راس معلقه صغيره ديال الملحه. كما قلت لكم غير على حسب البيض، انا ديجا دايره في البطاطا الملحه. صافي، وغادي نهرس البيض وغادي نضيفو. انا درت 2، فكلشي كيبقى على حسب حجم البيضه. فالبيضه كتختلف، يعني كاين البيض صغير كاين البيض كبير. فانا احتاجيت هنايا 3 فقط، ما زدتش الرابعه. ويمكن لكم كاع تقدروا تستعملوا فقط 2 كما سبقت وذكرت على حسب حجم البيضه. صافي، وكنخلط مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعضياتهم. وغادي ناخذ مقله ضروري تكون ما كتلصقش، يعني اي مقله عندكم ما كتلصقش. وغادي ندهنها بالقليل من الزيت كما كتشاهدوا. غادي ندهنها مزيان، ندهن الجوانب وهي يعني غير شيشه فقط ديال الزيت. يعني البطاطا فيها الزيت يعني هزه شويه ديال الزيت من القلي. غادي ناخذ المقله، غادي نخوي فيها الخليط، وغادي نسرحو بالظهر ديال الملعقه باش يجي على الشكل ديال المقله. صافي، كما كتشاهدوا غنسرحو مزيان. نحاول كيفاش نجيب السطح مستوي، وغادي نردو فوق البوطه نار متوسطه، ماشي مجهده وماشي مهيله. وغادي نحاول بواحد السباتول نهزها نشوفها واش تحمرات من التحت. صافي، ملي كتحمر كنولي نقلبها للجهه الاخرى. صافي، كما كتشاهدوا غادي نولي نردها في المقله باش تحمر ليا من الجهه الاخرى. نحاولوا نقادوا الجوانب ندخلوهم ونولي نردها تحمر. انايا هنا قلبتها على الجهه الاخرى باش تزيد تحمر ليا شويه. صافي، وهنا ساليت غادي نقدمها، يعني غادي نديرها في طبق التقديم. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورتيه اولا الاومليت ديالنا كما كتشاهدوا. فنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وبالصحه والراحه.